انت ممكن بالفلوس تجمعي الناس حواليكي وتفضلي ترش عليهم فلوس، الناس دي هتكتر وهتبقى ياما قوي، بس بمجرد ان فلوسك هتخلص مش هيبقى فيه ناس، فعشان هما الحاجة اللي جابتهم الفلوس. لكن انا شايف ان الغني باخلاقه، بصفاته، بشهامته، برجولته، بفكرة ان هو يكون باور، يساعد اللي حواليه، يفكر معاهم، ينتج معاهم، يخلق الفكرة معاهم، يطبطب على كتفهم لما يضعفوا. انت لو هتعمل ده هتلاقي ناس كتير حواليك. جرب تعمل ده، تبقى وسط اصحابك طاقة امل او لمبة او نور او لايت او اي ضوء في وسط اصحابك. فانت كده هتكون شخص بالنسبة لك انت راضي عن نفسك، بالنسبة للناس اللي حواليك مميز، وبالطريقة ديت انت مش هتخسر حد، بالعكس انت هتكسب كل الناس، هتكسب احترام الناس. هنا انت هتبقى غني، غني بالناس الحقيقية اللي مش جايلك عشان خاطر الفلوس.